امام تاريخ وخبرة الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية. الاهلي الذي يلعب للمرة الثامنة في وانطلاقة، وعلى الطرف الايمن الان ارضية حاضرة لكن تغطية موجودة، ورمية جانبية اهلاوية، رمية جانبية للاهلي. تقدم من حمدي فتحي، شوف حمدي فتحي حاضرة والعرضية منتظرة والكرة حارس المرمى في مكان صعب متولي، وانطلاقة أمامية ومحاولة لمصلحة اللي عنده على مستوى البطولات. حاول أن يلعب كرة إلى الأمام، شوف يعني حتى تغيير يتقدم في كرة إلى الأمام إلى جانب رولد فنان والخطير صاحب الكرات، يلعب كرة تولو وأمامية انطلاقة سريعة، لكن محمد هاني في التغطية قبل أن تصل الكرة لأتينسيو سياتل عند كريستيان رولد، يلعب كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لم نشاهد لحد الآن كرات خطيرة من جانب الفريقين، من جانب سياتل ومن جانب الأهلي، وهنا حكم المباراة يشير لقطة خطيرة جدا وفرصة والتصويبة، مرت سليم الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج، وجميلة جدا، وكرة لطاهر، وكرة لطاهر، ولكن حكم المباراة يشير إلى راية، يشير إلى راية وتسلل على طاهر، راية وتسلل على طاهر محمد. كانت ويحاول على اليمين عرضية كهرباء يكسب منها أو ضربة مرمى، ضربة مرمى. الهلال كسب الوداد بركلة من أمامه وعيدة خطيرة، والشناوي الكرة قطعت وعادت في المرتدة، في المرتدة طاهر خطأ لمصلحة طاهر، خطأ ومحاولة والتغطية من عبد المنعم، يبعد الكرة عبد المنعم إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية، ضربة زاوية أرضية وبعيدة جدا، بعيدة وأقرب لعلي سياتل ولوجيرو وخطيرة. يتبقى لدينا القاهري الكبير وأمام سياتل الأمريكي، أمام الفريق الأمريكي الصعب لحد الآن، أمام الفريق الأمريكي الذي يحاول في أكثر من مرة، يحاول من الأمام. يلا يا حمدي، والتصويبة من حمدي مين؟ محمد هاني، ينتظر محمد هاني ويعيد كرة مرة أخرى للخلف عند متولي مع صافرة أنتوني تايلور التي تنطلق تخرج من أليو ديانج. أي كرة يشارك فيها